لان ثمارها عباره عن ستات. ايه؟ سؤال فتحي. وقال ان ثمار الشجره دي بتطرح ستات. يا جزيره ما فيكيش راجل. ده سؤال حلقتنا النهارده، واللي هيجاوب النهارده معانا هياخد واحده من السؤال. هياخد واحده من السؤال اللي على الشجره. انا كل فيديو بنزله بيتكتب لي في الكومنتس فين جزيره الوقوق، فين جزيره الوقوق. انا يا عم هعرف منين؟ ما تفتح جوجل مابس يا عم. جزيره مليانه بالكنوز والذهب، لدرجه ان اطواق الكلاب والقرود مصنوعه من الذهب. والاغرب ان سكان الجزيره كلهم من الستات، ما فيهمش راجل واحد. والجزيره اللي تم ذكرها في التاريخ الاسلامي وموجوده في خريطه الادريسي، وواحده من الجزر اللي احنا مش عارفين هي خيال ولا حقيقه، واتذكرت بس في مؤلفات، ولكن مفيش اي اثبات على ان حد راحها او جالنا منها. جزيرة الوقوق. الجزيرة اتذكرت في كتاب أخبار الزمان للعالم العربي المسلم المسعودي. قال إن في جزيرة موجودة شرق بحر القلزم اللي هو البحر الأحمر، وموجود فيها شجرة كبيرة، والغريب هو نوع الفاكهة أو الثمار اللي بتطلع من الشجرة دي. وقال إن ثمار الشجرة دي بتطرح ستات، واللي بتبدأ تنمو على شكل راس واحدة ست، بعدها بيطلع لها شعر طويل، وبعدها جسمها بيبدأ يتكون تدريجيا من أول راسها لحد رجليها، لحد ما بيظهر شكل الثمرة على شكل أنثى متعلقة من شعرها. وبعد ما بيكتمل نموها بتقول كلمة واحدة وهي واك واك، وبتفضل متعلقة على الشجرة لحد ما تقع، وكده بتكون ماتت، وبتفضل في الأرض لحد ما تتحل. وده بقى سبب ان الجزيره اسمها الواك واك. في بعض الكتابات اتقال ان مجموعه من البحارين زاروا الجزيره دي، وفعلا قالوا ان هم شافوا ستات متعلقه على الشجر، بس للاسف مفيش اي حاجه تم اثباتها على كلامهم او رحلتهم. وبعد كده قال الادريسي في كتابه نزهه المشتاق في اختراق الافاق ان في بحر الصين في مجموعه من الجزر صعب يوصل ليها المراكب، الا عدد من المراكب اللي قدر يوصل لهم، وبيتقال عليها جزر الواك واك. وقال ان المسعودي ذكر الجزيره دي بحاجات ما يقبلهاش العقل، بس في الاخر علق وقال ان الله قادر على كل شيء، ومفيش اي وصف بيدل على جزيره الوقوق غير في خريطه الادريسي اللي مكانها قريب من الصين. وده خلى ناس تقول ان هي اليابان، وفي ناس تانية بتقول ان هي جزيره مدغشقر. وبعد الادريسي القزويني قال في كتابه عن راقب المخلوقات والموجودات، واللي حكى فيها ان بحر الصين موجود فيه اكتر من 1000 جزيره اسمهم الوقوق، وان الجزر دي بتحكمهم واحده ست، ووصفاتها كمان ستات. وحكى على لسان الرحاله موسى ابن المبارك وقال ان هو الوحيد اللي قدر يوصل لجزر الوقوق. ولما بالصدفه وصل الجزيره وقابل الملكه، اتفاجئ ان لقاها قاعده على عرشها من غير هدوم ولابسه تاج من ذهب، وحكى ان عندها 4000 وصيفه من النساء البكر. واكد على كلام المسعودي ان فعلا في شجره موجود فيها ستات متعلقين من شعرهم. ووصف الجزيره وقال ان فيها كنوز كتير جدا وذهب كتير جدا، وان هم بيستأنسوا الكلاب والقرود واطواقهم مصنوعه من الذهب. بس تعرف بقى ان في شجره موجوده في تايلاند اسمها نيري بور، ودي بقى شجره ثمارها فعلا شبه الستات. وترجمه كلمه نيري بور بتنقسم الى اتنين: نيري يعني فتاه او امراه، وبور يعني شجره او نبات. وفي تايلاند في قصه بتقول ان في بنت اتقتلت ظلم، ولما ظهرت براءتها اكتشفوا ان في شجره نمت في نفس المكان اللي اتقتلت فيه، وبيقولوا ان الشجره دي شاهده على براءه البنت. ومن ساعتها كل الثمار الخارجه من الشجره دي واللي متعلقه فيها على شكل امراه. كتب من التاريخ الاسلامي ومؤلفات كتير ذكروا اسم جزيره الوقوق. لكن السؤال هنا، هي فين فعلا في عالمنا دلوقتي؟ هل هي اليابان زي ما اتقال، ولا هي جزر مدغشقر، ولا هي تايوان عشان خاطر الشجره اللي ظهرت فيها؟ وازاي محدش قدر يوصل لها بكل التكنولوجيا اللي احنا فيها دي؟ هل هي فعلا حقيقيه ولا اسطوره؟ ده سؤال حلقتنا النهارده. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب على يوتيوب وفولو على انستجرام وتيك توك. ايه دي؟ اتفرج على الحلقه اللي فاتت.